يا مساء الحنتي عليكم. انا المره دي مش جايب لكم تحليل كده اي كلام، لا انا لبست الزعانف وعلقت انبوبه الاكسجين ونزلت غطست في شوارع تل انابيب وجبت الفلايه وقعدت افلي في كل تعليقاتهم. جبت لكم كل التعليقات اللي عامله زي الاملايه واللي تخلي الذكر نتاي، هري بقى وهبد وشتايم وهلع من بعد كلمه واحده بس اللي قالها السيسي. لا من ساعه لا يا عيني وهم هناك ماشيين في تل انابيب مشلولين. تعالوا بقى نبدا بالتعليق الاول كده وركزوا. ادي التعليق بتاعهم اهو بالعبري وفيما معناه مصر هي العدو رقم 1 لدولة إسراء. وادي تعليق تاني بالعبري هو على الشاشة بيقول لك السيسي عارف كل حاجة وهو اللي موافق على تهريب سلاح من سينا لغزة، على أساس إن أنتوا كنتوا فاكرين السيسي ده عماد حمدي وبيقول لكم اخرجوا من بيتي أنتوا مش عيالي، غزة هم اللي عيالي. طبعا هم مش شايفينه زعيم، هم شايفينه خطر. ليه؟ علشان قال لهم مش هفتح المعبر ومش هسكت على التهجير ومش هقعد اطبل لكم. تعالوا بقى نبص نشوف الكومنت ده معناه ايه. الافعى المسلم بيعيط على العيال ومش عايز حتى يستقبل طفل واحد. ومين؟ مصر اللي شالت فلسطين على ظهرها. وادي تعليق كمان اخر بيقول لك انتوا ما عندكمش رحمه، سايبين غزه تموت من الجوع. هو انتوا ناسين انكم انتوا السبب في الجوع وفي القصف وانكم تتخلصوا منهم وجايين تلوموا اللي قال لا؟ لو يقول لك افتحوا المعبر وهم بيشتمونا، يعني شحاته بقله ادب، شحاته ببجاحه. ده حتى الشحات لما بياخد حاجه بيقول لك ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك. مصر قالتها التهجير لا، ومعبر رفح مش مفتوح على مزاجكم. تعال اتفرج بقى لما السياسه تفشل يشتموا الدوله كلها. بص على التعليق ده بيقول لك مفيش دوله متخلفه زي مصر، كلها منافقين. والله وعرفتوا النفاق يا اسراء. اصل كده خلاص الحجج خلصت والشتيمه بدات، لان ده مش نقد سياسي، دي ازمه نفسيه. اول ما اكتشفوا ان مصر مش بتهزر بداوا يفرقعوا بومب في الهواء، بقوا عاملين زي الفرخه الدايخه. وده اكبر دليل ان موقف مصر قلب لهم كل موازينهم. وطبعا كان بالنسبه لهم القمه بتاعت بغداد دي كابوس لاسراء. حتى بصوا التعليق ده بيقول لك ايه الجامعه العربيه دي هي لسه موجوده؟ يا حبيبي موجوده. يا نغة قلبي يا هلهوله موجوده وهتفضل موجوده طول ما في شعب بيقول لا. واحد تاني كاتب تعليق بص بيقول لك ايه، السيسي يبكي على اطفال غزه. طب واطفالنا؟ طب ما تسال نفسك يا نغي يا لوني يا لالا، اسالي نفسك يا حنتي، مين اللي حط اطفالك تحت القصف؟ السيسي ولا حكومتك اللي بتلعب بالنار في غزه؟ كلمه السيسي كانت صاروخ بالنسبه لهم، مش على غزه لا، على مخططاتهم. قمه بغداد عملت فوبيا سياسيه في الصحافه العبريه. تعالوا بقى شوفوا بقى الانهيار الكامل. واحد بيقول لك ايه، مصر مسؤوله عن كل حاجه، بتفتح حدودها للقتاله. يعني انت مش عاجبك التهجير ومش عاجبك الرفض، انت عايز ايه يا هلهوله؟ واحد تاني بقى بيقول لك ايه، بيبيه النتن بعت لهم شنط فلوس. اسكتوا بقى يا عيني، ده اتصدم من كتر الصدمه وصلت انهم بيشتموا في حكومتهم. طب واحنا من؟ يعني مصر قالت لا والصفقه وقعت والصرم الاسرائيلي لا حول له ولا قوه. في النهايه انا عايز اقول لكم لما مصر بتتكلم تل انابيب تخرس، لما السيسي يقول لا الاعلام العبري بيفقد الوعي. ومن قمه بغداد مصر قالتها واضحه جدا وصريحه، عندنا رئيس ما بيخافش، قال لك لا للتهجير لا للابتزاز لا للبلطجه السياسيه. شارك الفيديو وادعمه وخليك دايما مع بلبل مصر، واللي يجي على مصر يستحمل بلبل مصر عشان نفضل نرد عليهم ونقول لهم لا اللي هي اقوى من الصاروخ وشيرها له.